هات التانية معاه، هات التانية معاه، هات التانية معاه، هات التانية معاه. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا نقول إلا ما يرضي الله. رحم الله الشهيد البطل خالد عبد العال. خالد عبد العال كنا اتكلمنا في فيديو قبل العيد بيومين إن خالد عبد العال كان دخل المستشفى بحروق خطيرة نتيجة إن هو أنقذ مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية من كارثة محققة. خالد عبد العال ما استحملش الحرائق اللي كانت في جسمه وما استحملش الإصابة ودخل في غيبوبة وتوفاه الله ثالث يوم عيد الأضحى اللي هو امبارح. خالد عبد العال ضحى بنفسه عشان خاطر ناس كتير. خالد عبد العال ضحى بنفسه عشان آلاف البشر. رحمة الله على خالد عبد العال. اللي ما يعرفش قصة خالد عبد العال، خالد عبد العال ده سواق إحدى الشاحنات المواد البترولية، وهو داخل يفضي الشاحنة بتاعة المواد البترولية في البنزينة في المجاورة 70 في العاشر من رمضان. حصل حريق في تانك البنزين بتاع العربية. خالد عبد العال خد العربية وهي مولعة من تحت وبعدها عن البنزينة عشان الكارثة ما تزيدش، بس للأسف النار دخلت له من كل حتة في قلب العربية. وزي ما انتوا شايفين الفيديو اللي قدام حضراتكم كده، خالد عبد العال ما اكتفاش ان هو اتحرق عشان خاطر يبعد عربية المواد البترولية عن البنزينة، لا كمان بدأ ان هو يساعد الناس اللي موجودة عشان يبعدوا العربيات عن البنزينة عشان الكارثة ما تزيدش. خالد عبد العال ضحى بنفسه، ما هموش اي حاجة في الدنيا غير ان هو ينقذ الاف البشر. خالد عبد العال اللي قدامكم ده يا جماعة كان فرح ابنه كمان 15 يوم، جهز له كل حاجة وجهز له الشقة. للأسف الشديد خالد عبد العال فارق الحياة، فارق الحياة عشان أنقذ آلاف البشر. فارق الحياة بس ساب جوانا ذكرى وساب جوانا ألم كبير قوي. خالد عبد العال أثبت لنا إن المصري لسه شهم. خالد عبد العال أثبت لنا إن المصري لسه جواه دم حر وبيخاف على الناس. ما قالش يلا نفسي زي ناس كتير بعدت عن مكان الحريق. خالد عبد العال كان همه إن هو ينقذ آلاف البشر. المجاورة 70 كلها ومدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية بتدين بالفضل للبطل خالد عبد العال. ده ما يتقالش عليه غير بطل. البني آدم اللي يضحي بنفسه عشان خاطر غيره ما يتقالش عليه غير بطل. البطل اللي ما يهمهوش أي حاجة حتى النار، زي ما قلنا في الفيديو اللي قبل كده إن ده بطل خرج من قلب الجحيم، خرج من قلب الجحيم ووصل للجنة بإذن الله. نحسبه شهيد عند الله بإذن الله. خالد عبد العال أثر فينا كلنا، لأن فعلا إحنا ممكن نكون ما نعرفوش بس حسينا قد إيه إن بني آدم زي ده ضحى بنفسه عشان خاطر الناس، ما همهوش أي حاجة في الدنيا خالص إلا الناس. رحمة الله على الشهيد البطل خالد عبد العال، وربنا يصبر أهله. وفعلا والله العظيم أنا حسيت بوجع غريب جدا وحسيت بألم بعد وفاة خالد عبد العال، لأنه أثر زي ما قلت، أثر في كل الناس بالعمل البطولي والعمل الرجولي اللي عمله. تسلم البطن اللي جابتك، وفي الجنة بإذن الله نحسبك عند الله من الشهداء.